بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. ده توثيقا إن شاء الله للتطعيمات والتحصينات اللي احنا شغالين بيها في المزرعة عندنا ما شاء الله. ده تطعيم لقاح طاعون المقطرات الصغيرة المستضعفة. تمام، زي ما انت شايف تاريخ الصلاحية بتاعته اهو 4/24، والعبوة دي بتتاخد 1 ملي يعني سنتي، وبتكفي 25 راس. وطريقة الاستخدام اللي هي بتتاخد اس سي يعني سبكوتينيوس يعني تحت الجلد. طبعا دي بتبقى بودرة تمام. وطريقة الحفظ بتاعتها بيقولك انها تبقى موجودة -20 درجة سيليزيوس، يعني تحطها في الفريزر. تمام. وفي مع المحلول بتاع ده محلول بيجي معاها بنحل بيه. خلاص، دي المفروض انها بتكفي عبوتين، هي 50 مللي فاحنا خدنا نصها، ودي بتتحط عادي بره التلاجة مفيش فيها مشاكل خالص. وبتحل بتاخد 25 يعني بتاخد نص العبوة دي وبتحطها على العبوة التانية. وزي ما انت شايف كده ده المحلول اهو، ده كده التطعيم. خلاص. ده حاجة مهمة جدا لان ده مستضعف، يعني ده فيروس حي. ده لوح اسمه لوح بلازما. ده بنحافظ عليه على درجة الحرارة. وقت التطعيم لازم يبقى التطعيم ملامس للتلج كده عشان الفيروس ما يموتش. خلاص، ده لوح مش موجود عندك الإمكانية دي، ممكن تعمل أكياس تلج، تحط مية في أكياس وتتلجها، والعبوة دي بعد ما نحل التطعيم نحطها هنا كده ما بين الأكياس بتاعت أكياس التلج. طول ما انت شغال لازم دي هي اللي تبقى على التلج، وتسحب بالسرنجات بقى بتاعتك وتبدأ تشتغل مع القطيع بتاعك. هتدي 1 سنتي تحت الجلد بس كده ببساطة خالص. ده تطعيم اسمه تطعيم الطاعون المقطرات. ده طبعا مرض مميت جدا، يعني لو انتشر عندك في القطيع مرض الطاعون ده، تمام، لو انتشر عندك في القطيع نسبة النافق فيه 100%، لأن ده مرض فيروسي. الهدف من التطعيم حاجتين: الهدف الأولاني إن أنت بتدي مناعة للقطيع بتاعك، بحيث إن المرض لو جه يجي بصورة ضعيفة، او ان انت لما تدي العلاج يستجيب. خد بالك ان مرض الطاعون لا يستجيب للمضادات الحيويه، يعني لمجرد ان الغنم او المعيز يجي فيها المرض مهما اديت مضادات حيويه هو مفيش غير مناعه الحيوان بس هي اللي هتقضي عليه. فاحنا بندي التطعيم ده بحيث ان احنا نعمل مناعه موجوده في جسم الحيوان، بحيث لما الفيروس الحقيقي والقوي يجي يبدأ المناعة دي تبدأ انها تمسك في الفيروس وتبدأ انها تضعفه، فتبقى الصورة بتاعة المرض تبقى ضعيفة وتبدأ المناعة انها تتغلب عليه. ولكن التطعيم مش معناه ان انت هتقضي او المرض مش هيجيلك في القطيع، لا، ده هو ممكن يجي ولكن بصورة ضعيفة ويقلل لك نسبة النافق. لكن لو انت مش مطعم القطيع بتاعك وجالك لا قدر الله المرض ده، نسبة النافق بتبقى عندك 100%. مرض سريع الانتشار خطير جدا، اسمه حتى طاعون، يعني من اسمه يعني معروف ان هو بينتشر بسرعة. فطبعا التحصين ده موجود في الوحدات البيطرية، ممكن سهل جدا ان انت تحصل عليه. تمام. والسعر بتاعه تقريبا رخيص، تقريبا العبوة كانت ب150 جنيه او ب200 جنيه. وزي ما قلت لك انها بتكفي 25 راس، يعني كلام فارغ خالص، ما يجيش 8 2 كيلو ذره ولا 3 كيلو ذره. بس الفكرة الناس بتكسل والناس مش بتدور، بس هي دي النقطة يعني. ادعوا لنا بالبركة. تمام. وانا قلت ان انا اوثق الموضوع ده كموضوع التطعيمات عشان الناس تبقى عارفة ان احنا شغالين سيستماتيك وشغالين شغل بروفيشنال، مش شغالين كده وخلاص يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.